السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب. عواشركم مبروك، الله يدخلها عليكم بالصحيحة والسلامة. كل ما تمنيتو ان شاء الله. فيديو جديد واقتراح جديد. غادي نقترح عليكم هذه الحلوة هذه الرائعة من عجينة وحدة. غادي نخرجوا 3 ديال الشكيلات وشكل ما كيشبه شكل في المذاق، يعني كنكهو ولا كنسمو كل عجينة بوحديتها، ما كيجيوش يتشابهوا نهائيا. صدقوني ما اللي ذاقهم عندكم ما يقولوش واش من عجينه وحده، يعني كنكهوهم كيجيو مختلفين تماما. واهم شيء بدون طوابع، يعني غادي نشكلوهم بيدينا شي شكيلات اللي هما زوينين وساهلين في المتناول ديال الجميع. تابعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير وفرجه ممتعه. اول حاجه خديت 250 غرام ديال الزبده. انا استعملت مارغرين، قبيصه ديال الملحه، واحد فانيلا، وخديت كاس لاروب ديال السكر كلاصي وكاس لاروب ديال سنيده. صافي خدمت داكشي مزيان مع الزبده. اهم شي مارغرين كتبغي الخدمه مزيان مزيان باش ما تبقاش محببه. ومن بعد زدت لها 2 كيسان ديال الزيت النباتيه ما يكونوش عامرين. وغادي نضيف لهم واحد 3 ديال البيضات، وضفت واحد 2 معالق ديال النشا. المهم الا كانت عندكم متواجده مرحبا، ما كانتش متواجده ماشي ضروريه. صافي وغادي نزيد نضيف واحد 3 ديال القطع ديال الجبن المثلث، وغادي نخدم العجينه ديالي مزيان. مارغرين راه كتبغي الخدمه مزيان مزيان. الا بغيتو باش تسهلوا عليكم مثلا ولا تقدروا تضربوها في الحكاكه، يعني تحكوها في الحكاكه باش تسهل عليكم، حيت كتبغي الخدمه مزيان مزيان. انا راه غير في المونتاج نقصت باش ما يجيش الفيديو طويل، اما راه كتبغي الخدمه مزيانه البنات باش ما تبقى لكمش محببه. وفاش تدخلوا الحلوه ديالكم مثلا الا ما خدمتوهاش مزيان ودخلتوا الحلوه ديالكم للفران، غادي تجيكم الحلوه سايحه وما تعرفوش يعني المشكل مناش، راه من الزبده. بالنسبه للمبتدئات انا ننصحهم انهم يخدموا غير بالزبده ديال الباطا، ما تخدموش بمارغرين حيت راه كتبغي الخدمه مزيان مزيان. هادشي اللي كاين البنات. صافي بعد ما دمجت العناصر ديالي مزيان مزيان، غادي نبقى نزيد الدقيق شوي بشوي. بطبيعه الحال الدقيق مغربل من قبل. وغادي نضيف واحد الشاصيه ديال الخميره د الحلويات ونخدم العجينه ديالي. واهم شيء ما نقصحوهاش، خليتها انا شويه خفيفه باش منين ندير هذوك النكهات نشوف القوام ديال العجينه كيفاش. يعني ديك الساعه الا كان خاصني الدقيق نزيدو، ما كانش خاصني صافي بركه. داكشي علاش خليو العجينه شويه خفيفه حتى ديروا دوك النكهات ديالكم. من بعد شوفوا القوام ديالها كيفاش. هادشي اللي كاين. اول حاجه اول قطعه غادي نضيف لها القشور ديال الحامض محكوك. بالنسبه لهاد الحلوه هذه غادي نديرها على شكل ريش بوند، داكشي علاش نكهتها بالحامض. والشكل الثاني غادي نكهو بالفلون ديال الكراميل. غادي نخرج منه واحد الشكل اخر. صافي والشكل الثالث غادي نديرو بالكاكاو. هادشي اللي كاين. صافي هنايا راه ما كنعجنش، غير كندخل داك الحامض ولقيت العجينه باقيه خفيفه، زدت تقريبا واحد المعلقه ديال الدقيق. صافي وغادي ندخلها في العجينه ديالي مزيان وغادي نخليها على جنب. ديك الساعه المهم داكشي اش قلت لكم خليوها خفيفه حتى تزيدوا النكهات، وديك الساعه شوفوا القوام ديالها كيفاش داير. صافي غير كندخل فيها النكهه. صافي نخليها على جنب وندوزو باش نكهو العجينه الثالثه. راه كيجيو البنات مختلفين تماما. هادشي اللي كاين. بالنسبه لهاد الشكل الثالث غادي نكهو بالقهوه سريعه الذوبان. زدت لها غير تقريبا معلقه ديال درت معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وزدت لها معلقه ديال الماء غير فاش تذوب، ما تكثروش الماء. صافي هنايا غادي نضيف لها واحد 2 شاصيات ديال الكاكاو المر وغادي ندمجهم مزيان. ومن بعد غادي نزيد نجمع بالدقيق حتى تجمع لي. هذه خليتها حتى هي خفيفه باش ندخل فيها داك الكاكاو يجي مندمج مع العجينه مزيان. ومن بعد غادي نزيد لها الدقيق حتى تجمع. صافي وهما دو 3 ديال الشكيلات ساهلين بدون تعب بدون تماره بدون ما تلقطع وبنادم عيان. الله يحسن العوانات. الشهر المبارك راه فيه الشقا. هاد الشيء علاش البنات نسهلوه على روسنا. صافي غادي نبدا بالشكل الاول اللي هو حلوه ريش بوند. جات رائعه البنات وحق الله العظيم. الا بداك الحامض جات زوينه مع الحامض. دائما الا بغيتوه يجي طلق لكم في الحلوه
ما ديروهش من الاول، دائما تليوه باش كيبقى عاطي الريحه ديالو. جات رائعه، جات هشيشه بزاف بزاف. نتمنىكم البنات غير تجربوها وغادي تعرفوا علاش راني كنهضر لكم. صافي هنايا انا ما غاديش نلاصق وحده مع وحده، غادي نخلي كل وحده بوحدها، داكشي علاش كبرتهم واحد شويه. صافي غادي نوريكم الشكيلات اللي غادي ندير، ومن بعد غادي نمشي نكمل على خاطري. وهذا الشيء اللي كاين. صافي الشكل الثاني درتو هكا على شكل صبيعات. حاولوا تقادوهم البنات، الحلوه راه كتبغي الخاطر. حاولوا تقادوهم باش يجيونا دوك الصبيعات بحال بحال ويجيو مقادين، وما تغلضوهمش بزاف بحكم راه حنا دايرين فيهم خميره ديال الحلوه شاصيه، باش ما يجيوش غلاضين باش ما يتنفخوش بزاف ويجي المنظر ديالهم ما زوينش. هكا رققهم على هاد السمك هذا. صافي وعينكم ميزانكم حاولوا تقادوهم. وهذا ما كان يعني ما حاولت ان نشوف لكم شي شكيلات اللي في المتناول، يعني ما فيهم لا طابع لا والو، يعني نشكلهم غير بيدينا. وما خداش معايا الوقت الصراحه، والله ما خدات معايا هاد الحلوه الوقت، لا بالتزيين ديالها لا بكل شيء، دغيا ساليتها. هاد الشيء اللي كاين. صافي غادي نستمر هكا حتى نسالي نعمر اللاطه ديالي، وديك الساعه ندوزو نشوفو ان شاء الله باقي التحضيرات. المهم هادو جوج شكيلات، يعني الشكل الاول قلت لكم غادي نديرو على شكل ريشبوند، هاد الشكيل هذا درتو على شكل هكا صبيعات. والشكل الثالث غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نديرو، غادي نديرو على شكل هلالات. وهذا الشيء اللي كاين. صافي بالنسبه للشكل الثاني حتى هو ما نكبروش الحلوه، راه غادي تزيد تنفخ في الفران باش تجينا هي هذيك، تجينا الشكل ديالها زوين وما كبيرش بزاف. هذا ما كان البنات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الشكيلات هادو وتجربوهم على حسابي، راه كيجيو لا المذاق ولا في الشكل، جاو زوينين بزاف بزاف. هاد الشيء اللي كاين. وبالنسبه للطياب صافي راني دايره الفران يسخن مزيان، وندفعوا اللاطه ديالنا ونقصوا العافيه بحال كنطيبوا شي كيكه. هاد الحلوه هذا بالنسبه للحلوه دي هذه ديال الهلال، يعني غادي نحمروها غير من التحت، من الفوق غادي تجي بيضه، ما نحمروهاش بزاف. وبالنسبه ديال الرشبوند حمرتها شي شويه. او بالنسبه لهذا الشكل الاخر ديال الكاكاو، هذا راه بطبيعه الحال فيه الكاكاو ما كيحتاجش كاع الطياب بزاف. وهذا ما كان، يعني نقصوا العافيه على نار مهيله بزاف، ونخليهم حتى ياخذوا داك اللوين من التحت محمر، ونعاودوا نهبطوهم لتحت شويه يتحمروا من الوجه ديالهم. هانتوما كما شفتوا هاهما كيفاش جاو زوينين. ديال الرشبوند حمرتها شي شويه باش هكا تصبر معايا مده طويله. صافي. وبالنسبه لهذا الشكل هذا مع غادي نزينو بالشوكولاط بيض، ما خصوش يتحمر باش يجي باين فيه الشوكولاط، تجيني بيضه ما تجيش باينه لي الحموريه من تحت الشوكولاط. صافي هنا خديت البنات الكونفيتي الخاص بالحلويات، درتو في هاد المقله هادي وزدت عليه ما زهر حتى خففتو خليته غلى مزيان مزيان. صافي غادي نبقى ندير فيه الحلوه ديالي كما راه كلشي عارف ريشبوند راها معروفه، راها جات البنات زوينه بديك النكهات الحامضه، غير جربوها والله الا جات رائعه. صافي غادي ندوزها في داك الكونفيتير اللي مع ما زهر، وندوزها في الكوك. هنا الكوك البنات خديت الكوك المزيان الميدم ودرت وحمرته باش كيعطي واحد اللون واعر ومذاق ما نقولكمش البنات فاش كان كيتحمر. الريحه كيفاش ضاربه في الدار، واعر بزاف بزاف. حمروه ما ديروهش هكاك باش الحلوه ديالكم تصبر معكم مده طويله وما تخسرش. وحتى الشكل كيجي زوين، اللون ديالو هكا محمر كيجي لا في المذاق ولا في الشكل، زوين بزاف بزاف. صافي كديروه في شي مقيله على النار مهيله وكتبقاو تحركوا بطبيعه الحال، ما تغفلوش عليه مع التحريك حتى الا كان نوعيه مزيانه ميدم، راه دغيا ما كياخذش كاع الوقت بزاف كيتحمر. صافي زينت به الحلوه ديالي كما شفتوا راه جات فنه. وغادي ان شاء الله ندوزو نزينو باقي الشكيلات الاخرين، وبقاو معايا ان شاء الله. وما تنساونيش من واحد اللايك، الله يجازيكم بخير، وكومونتير، واللي مال البارطاج، واللي مازال ما مشتركش في قناتي يشترك، الله يسهل امركم. وهذا الشيء اللي كاين. صافي الشكل الثاني هاني درتو هنايا في الشوكولاط بيض. البنات دائما انا كنخدم بقاله زوينه الصراحه، ما كتزيدي لها لا زيت لا حتى شي حاجه، كتجي مطلوقه وكتسهل عليك الخدمه. صافي دوزتها في الشوكولاط بيض، وهاد الصبيعات اللي بالنكهه القهوه دوزتهم هكا في الشوكولاط كحل، وغادي ندير لهم من بعد
خطيطات بنفس الشوكولاته. هذا الشيء اللي كاين البنات، وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي كيفاش ها هما. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم البنات وتجربوهم، راهم ساهلين واقتصاديين. وهذا الشيء اللي كاين. نخليكم مع باقي لا فيديو، ودمتم في رعاية الله حتى الفيديو مقبل ان شاء الله. ما تنسونيش من لايك. الله يجازيكم بخير وبسلامة عليكم، الى اللقاء.